عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عايزين ناكل حاجة حلوة كده. عندي ولادي بيحبوا الشعرية بلبن، فقلت اعمل لهم الشعرية بلبن. فمعايا ربع كيلو شعرية، حطيت معلقة سمنة مش كبيرة عشان ما يبقاش مزيت قوي في اللبن. حمر الشعرية بتاعتي اللبن لحد ما تديني لون ذهبي. صلوا على النبي يا حبايب قلبي، صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. اعتقد ارخص حاجه حلوه ممكن تعمليها لاولادك الشعريه باللبن. الولاد بيحبوها وفي نفس الوقت مغذيه ومفيده، وفي نفس الوقت زي كده مثلا احنا النهارده 12 في الشهر جمعيات وايجار، فبتبقى الدنيا ايه حنينه معانا شويه. فهنعمل ايه عشان ناكل ولادنا حاجه حلوه؟ نعمل لهم شعريه باللبن، وجبه خفيفه وبسيطه وفي نفس الوقت كانوا حاجه حلوه ومسكره وفي نفس الوقت مفيده. شربتهم اللبن في قلب الشعريه. حمر الشعريه وارجع لكم. بقى لونها ذهبي اهي. نحط لها الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. مش كتيره، ما نحطش عشان نسوي الشعريه تبقى مفلفله كده زي الرز. انا الاول كنت بعمل الشعريه احط عليها اللبن، ما بحطش ميه، بس لقيتها بتشربها الشعريه وبتبقى كلها مسكت في بعضها، فلقيت الطريقه دي احسن. هوريكم هتبقى عامله ازاي. حطي السكر بتاعنا حسب ما انتي بتحبيه، انا بالنسبه لي كفايه قوي كده. كده الشعريه بتاعتنا هغطيها تستوي وارجع لكم وانا بغرفها. استوت الشعريه بتاعتنا ايه، شايفينها مفلفله ازاي. هغرف بقى للولاد. الطريقه دي احلى ما انتي بتسويه بالشعريه. هتلاقي تحطي اللبن بتعمل زي قشطه مقطعه كده وما بتبقاش حلوه خالص، لكن كده بتحطي للولاد شويه الشعريه هي لونها ذهبي بس الكاميرا ظلموها. اللبن شايفين؟ عايزه اوريكم، وريهم يا رودينا كده. بصوا الشعريه بتبقى بقى اللبن عايم فيها ازاي، غير اما انتي ما تسويها باللبن مبقاش فيها ريحه اللبن خالص وما بتبقاش كده. هغرف كله واوريكم. الشعريه بتاعتنا اهي، ودي الشعريه شايفينها عامله ازاي، شايفين اللبن عايم فيها ازاي. لكن لو احنا كنا حطينا اللبن وسويناها باللبن كانت هتبقى عامله زي ما انتم شايفينها بالميه كده، وكان اللبن هيبقى مقطع فيها، مش هتبقى جميله كده وحلوه. احتجتوا سكر حطوا براحتكم، انا شايفاها ان هي عندي انا مظبوطه. واشوفكم على خير. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، والدعم ليا، وربنا يخليكم ليا يا رب. يعني انا مبسوطه منكم جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم على خير.